ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حاجة غلط أبدا، وفعلا في أولاد لعن على أهاليهم أكتر مما يتصور عقلنا، ومنهم البنت اللي اسمها منى أشرف. منى أشرف كانت التجسيد الحقيقي لكلمة لعن على أبوها اللي ما حبش حد في الدنيا قدها حتى نفسه، أب فضلها على الدنيا كلها وما حرمهاش من أي حاجة. الكلام ده حسب شهادة كل الناس اللي حواليهم، الأهل والجيران وكل الناس، لكنها قبلت ده بأسوأ شكل ممكن. دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقول لك النهارده فرحي وانا هجيب تورته ومش عارف ايه. طب ليه ابوك دي مش واجع في قلبك؟ السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كشف المستور. منى بنت من قريه في الدقهليه اسمها ابو تشيشه، والبنت دي كان سنها صغير وفي اول فتره المراهقه لما اتوفت امها فجاه، ولان البنت دي وحيده ابوها وامها ونور عيونهم فوقف ابوها الاسطى اشرف حياته كلها عليها. كانت هي اللي باقيه له من الدنيا بعد وفاه امها، وهو الراجل ده كان راجل اسطى وحالته الماديه مقتدره وما كانش حارمها من اي حاجه، وكان بيرجع من شغله في الشركه كفني الكترونيات بيرجع على البيت على طول، وبقى بيرفض اي خروجه او انه حتى يقابل اصحابه او حتى ان هو ينزل شغل بعد الظهر، وده علشان يشوف بيته وبنته، تنظيف ومذاكره ورعايه، وطبعا ما كانش عارف يعمل كل ده لوحده، واضطر ساعتها انه يقبل شويه شغلانات بعد الظهر، وده لان الفلوس قلت معاه شويه. مرتبه ساعتها من الشركه ما كانش كبير قوي. ساعتها طلب من اخته انها تروح البيت كل يوم تشوف طلبات البنت وتعمل شويه اكل. واخته الحقيقه ما قصرتش في ده، وكانت بتروح كل يوم تعمل المطلوب منها، وكتير جدا نبهت اخوها ان منى حالها مش عاجبها، البنت طريقتها وحشه جدا ومعوجه مع الكل، ده حتى طريقتها مع ابوها نفسها مش حلوه. والكل ساعتها كان بيحاول يقنع اشرف انه يشد على البنت شويه، لكن هو كان رافض تماما، وكان بيقول انه مش عاوز يزعلها ابدا، وكفايه ان البنت اتيتمت بدري واتحرمت من امها. لكن اشرف كمان ما كانش كبير، ده كان يا دوب في نص الاربعينات كده، وكمان في ناس اصلا لسه في سنه ما اتجوزوش، علشان كده فضلت العيله كلها تزن عليه وتقنعه انه يتجوز، وهو بصراحه ما كانش موافق على الكلام ده، وده لانه مش عاوز يجيب مرات اب لبنته، كان خايف انها تعاملها وحش او تضايقها مثلا. لكن مع كتر الزن وافق اشرف، لكن اشترط ان الست اللي يجيبوها له تكون ست محترمه وتتقي ربنا في بنته. وفعلا جابوا له واحده كويسه جدا وبنت ناس سنها مناسب ومنفصل عن جوزها، وقبلت كمان انها تربي منى. ومنى ما كانتش مرتاحه للموضوع كله وكانت رافضه، بس ما رضتش تبين ده، علشان كده سكتت مبدئيا لحد ما اتجوزوا، ومن بعدها بقى بدأت المشاكل. كل ده كان بيحصل مع مرات ابوها، وده من اول يوم خطت عتبة البيت، كل شوية خناق وزعيق وشكاوي لابوها من مرات ابوها، مرة تتبلى عليها ومرة تعمل معاها خناقة وحوارات كتير قوي. واصلا البنت دي سلوكها سيء بشهادة الكل، فقدرت ساعتها بكل افعالها دي تطهق مرات ابوها، وكمان قدرت تقنع ابوها ان مراته دي ست قاسيه ووحشه ومش عارفه تعيش معاها. وكل الحوارات اللي حصلت دي في شهرين 2 بس، لدرجه ان بعد كل ده ابوها طلق مراته في الاخر. كانت قادره ومسيطره على ابوها جدا اللي كان بيحبها حب غير طبيعي وما يقدرش ابدا انه يكسر بخاطرها. كانت غاويه طول الوقت انها تعمل لنفسها مكياج وتقعد تصور فيديوهات وتنزلها على السوشيال ميديا، وكل ده البنت كانت لسه قاصر وما جابتش 15 سنة حتى، وكان كمان عندها محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتنشر فيها الفيديوهات اللي هي بتصورها لنفسها. مع ذلك الكل كان متحفظ ومش موافق على اللي هي بتعمله ده. البنت فعلا كانت ضربة الدنيا صرمة وما كانش هاممها اي حاجة ولا هاممها اي حد، وكانت شايفة نفسها حلوة جدا ومستعجلة عاوزة تتجوز بسرعة. علشان كده لما تقدم لها ابن صاحب ابوها واللي كان اسمه محمد، والولد ده عنده 21 سنة، ساعتها البنت وافقت فورا. الولد كان بيحبها ومعجب بيها جدا، وهو اصلا كان بيشغلها، والبنت كانت متجاوبه معاه لاقصى درجه ومش رافضه ابدا. ساعتها ابوها رفض ان هي تتجوز لان البنت كانت صغيره وهو كان عاوزها انها تكمل تعليمها، وعلشان كمان محمد ده سواق توك توك وهو عارف ان اخلاقه مش كويسه ابدا. لكن منى كانت مصره عليه جدا وفضلت تزن على ابوها، وابوها كلمها ساعتها وقال لها انه لا يمكن يرفض لها اي طلب، لكن الولد ده مش محترم وسلوكه مش كويس، وقال لها كمان انها غاليه عليه جدا لدرجه انه كاتب لها كل حاجه باسمها، الشقه وكمان شايل لها فلوس في البنك. لكن منى صممت انها تتجوز اللي اسمه محمد ده. وبعد فتره بقى من الزن والاصرار وافق اشرف في النهايه علشان بيحب بنته، لكن كان ليه شروط علشان الجوازه دي تتم. اولهم
ان مفيش خروجات خالص خالص، وان المقابلات هتكون يوم الجمعه وبس، وكمان مفيش جواز الا لما منى توصل ل 18 سنه. ورغم ان منى كانت طايره من الفرحه في الاول بسبب ان ابوها وافق على محمد، الا انها بعد كده زهقت لانها عاوزه بقى تخرج مع خطيبها ويتقابلوا ويروحوا ويجوا. لكن طبعا اشرف كان رافض الموضوع ده تماما ومتحفظ جدا على بنته. حاول ساعتها محمد بكل الطرق انه يقنع حماه انهم يتجوزوا، لكن برضه اشرف كان راكب دماغه وما كانش موافق على الجواز في الوقت ده. وبرغم ان اشرف اصلا كان رافض فكره الجواز، الا انه كان بيعامل محمد كويس جدا وبما يرضي الله، وكان بيتعمد كمان انه يخليه يوديه ويجيبه من الشغل علشان يديله اجره كتيره. والراجل بصراحه ما قصرش، علشان خاطر بنته كان مستعد يعمل اي حاجه. منى ساعتها رغم كل ده كانت شايفه ان ابوها بيتحكم فيها وانه مش مديها حريتها، وشايفه كمان انها كبيره كفايه علشان تاخد قراراتها بنفسها ومحدش يتحكم فيها. وساعتها خطرت في بال منى خطه جهنميه، وهي انها هي ومحمد يهربوا ويتجوزوا من وراء اهلهم ويحط ابوها قدام الامر الواقع. لكن بعد كده غيرت رايها وخافت لحسن ابوها يغير عقد الشقه اللي باسمها ويخليه باسمه، وكمان يسحب الفلوس اللي في البنك. علشان كده كلمت خطيبها ساعتها وقالت اننا هنغير الخطه كلها. وساعتها كانت الصدمه، فاجئت محمد بانها عاوزه تقتل ابوها بعد كل اللي عمله علشانها. بدل ما تتعلم من ابوها العطاء، اتعلمت الجحود والانانيه والخسه. المهم خطيبها ده برضه ما كانش يقل جحود عنها، ووافق بعد كل العطاء اللي عطاله حماه. وبداوا ساعتها يتفقوا على الخطه الشيطانيه. 20 يوم بحالهم بيخططوا للموضوع علشان يتخلصوا من اشرف، فيديوهات ما بينهم وفويسات علشان يوصلوا للخطه المناسبه. والخطه كانت انهم هيستدرجوا اشرف لمكان بعيد عن البيت ويقتلوه هناك، وفي نفس الوقت تكون منى عند عمها او عمتها علشان الموضوع يبعد عنها خالص. وفعلا منى جهزت لمحمد سكينه وملايه من البيت علشان بعد ما يخلص يلف ابوها في الملايه ويرميه في اي حته. وعدى فعلا محمد عليها وخد منها السكينه والملايه يوم الجريمه الصبح. وفعلا اتصل محمد على اشرف حماه وقال له انه مش هيقدر يوصله النهارده للشغل بسبب ان التوك توك بتاعه عطلان، وهيكون كتر الف خيره انه يجي يساعده في الجراج. ولان اصلا اشرف كان بيعامل محمد كويس جدا، وده مش علشان خاطر سواد عيونه ولكن علشان بنته. قال له انه فعلا هيجي له في الجراج وهيساعده يصلح التوك توك. وراح ساعتها اشرف لمحمد الجراج علشان يلقى مصيره. في نفس الوقت ده بقى راحت عمت منى البيت لمنى، وساعتها لقيت البيت مكركب زياده عن اللزوم. وساعتها سالت منى ايه سبب الكركبه دي. ساعتها منى بدات تتملص من السؤال وما جاوبتش باي حاجه مفيده. في نفس الوقت ده استغل محمد ان اشرف مديله ظهره، وساعتها مسك حديده وضربه بيها على دماغه. ولما اغمى عليه ووقع في الارض نزل عليه بالسكينه وطعنه 4 طعنات بدون اي رحمه. ولما اتاكد من موته فعلا كتفه من ايده ورجله وغطاه كويس جدا بالكرتون. واستنى ساعتها لحد ما الليل ليل والمغرب جه وخده لفه في الملايه ورماه في ترعه كده كانت قريبه منهم. ساعتها منى اتصلت على حبيب القلب علشان تطمن ان كل حاجه تمام، وقال لها انه خلاص قتله وكل حاجه بقت زي الفل. وبعت لها كمان وقال لها علشان محدش يكتشف الجريمه دي امسحي كل الرسائل وكل حاجه ما بيننا. وعدى ساعتها عليها واديته منى 24,000 جنيه كانوا في الدولاب بتاع والدها. وساعتها منى بقى نزلت عند بيت عمها وقعدت بقى مع بنات عمها وكانت بتضحك وبتهزر ومفيش اي حاجه. وقالت لهم ساعتها ان ابوها يتاخر شويه، وده لانه جاله تصليح تلفزيون كده في السريع، وقال لها تروح تقعد عند عمها شويه. بنت عمها في التحقيقات قالت حاجه غريبه جدا. قالت ان في اليوم ده منى كانت فرحانه جدا وسعيده وعماله ترقص وتغني وتعمل مكياج، وكانت كمان بتصور فيديوهات وعماله ترفعها على السوشيال ميديا. وقالت كده بالحرف لبنت عمها، قالت انها مبسوطه جدا النهارده ونفسها تنزل توزع تورته. وقالت كمان انها حاسه ان النهارده فرحها. وكمان قالت حاجه غريبه قوي، قالت لبنت عمها ايه رايك لما موت ابويا واحط له سم في الاكل. ولما بنت عمها استغربت قوي من كلامها ده، منى قالت ان هي بتهزر وانها مستحيل تعمل كده. المهم ساعتها ان اشرف اتاخر جدا على غير العاده، ولما حاولوا يتصلوا بيه اكتر من مره لقوا التليفون بتاعه مقفول، وفعلا لقوا انه اتاخر زياده عن اللزوم ودي ما كانتش عوايده. فساعتها نزلوا يدوروا عليه، حتى محمد خطيب منى كان نازل يدور معاهم كمان. وساعتها واحد من ولاد عم منى لاحظ حاجه غريبه قوي، لاحظ ان في دم على عجله من العجلات بتاعه التوك توك بتاع محمد. ولما ابن عمها ساله ايه سبب الدم اللي موجود ده اتوتر جدا وتهرب من السؤال وسابهم ومشي. وطبعا اشرف لحد تاني يوم ما كانش ظهر، وقرروا الاهل انهم يطلعوا على الشرطه
ويعملوا بلاغ بالاختفاء، وخدوا منا وراحوا على الشرطة. وقبل ما يدخلوا القسم جالهم تليفون إنهم لقوا جثة موجودة في الترعة، وغالبا الجثة دي جثة أشرف. فطلعوا ساعتها كلهم على هناك يجروا، ولما وصلوا قالت ساعتها عمة منا واللي هي أخت أشرف إن دي أكيد جثة أخوها، وده لسبب واحد، لأن الملاية اللي ملفوف بيها أشرف هي اللي فرشاها بإيديها في البيت. فإزاي جت هنا؟ طبعا كل الشكوك اتوجهت ناحية منا، حتى البوليس ذات نفسه، خصوصا كمان إنها لا كانت زعلانة ولا متضايقة ولا قلقانة على اختفاء والدها وموته دلوقتي. وطبعا اللي أكد كمان أكتر وأكتر إن اليوم اللي قبلها كانت سعيدة ومبسوطة وما كانتش قلقانة إن أبوها لسه مرجعش لحد دلوقتي. وعلى طول الشرطة مسكت التليفون بتاع البنت وفتشته، ولكن ما لقوش أي حاجة. وهنا الناس قالوا عن رفض أشرف لجواز منا في الوقت الحالي. فساعتها البوليس جاب محمد وبدأوا يحققوا معاه، لكن برضه ما اعترفش بأي حاجة. فعملوا برضه نفس اللي عملوه مع منا، ومسكوا التليفون فتشوه. ويشاء ربك السميع العليم إن حق المظلوم ده يجي والحقيقة تنكشف، ويلاقوا رسائل كتير قوي ما بين منا وما بين محمد خطيبها. وخصوصا كمان آخر رسالة لما بعتت له وقالت له إيه الأخبار، قال لها إنه قتل خلاص. طبعا ده كان دليل كافي وقاطع على إن محمد ومنا هم اللي ارتكبوا الجريمة البشعة دي. وفعلا من بعدها بقى انهار محمد واعترف بكل حاجة، ومن وراه على طول منا اللي اعترفت، لكنها ما اعترفتش على نفسها، اعترفت بان ابوها كان بيعاملها وحش وكان بيعنفها وما كانش مديها حريتها. لكن طبعا يشاء ربك ان الحقيقة تظهر، وكله نفى كل الكلام ده، وقال ان ابوها كان بيحبها جدا ومديها حريتها وما كانش حارمها من اي حاجة. وقالوا كمان انها جحدة وتستاهل اكتر من الموت، وشتموا فيها كتير ساعتها ودعوا عليها بالهلاك والموت. وفي النهاية اتحبسوا الاتنين على ذمة القضية وكملت التحقيقات، وأخيرا اتحكم على محمد بالإعدام. أما منا فتحولت ساعتها لمحكمة الأحداث، وده لأن سنها صغير لسه ما جابش 18 سنة. وفي ساعتها أهلها غيروا كلامهم كله، وقالوا إن منا دي بنت صغيرة، وإن محمد هو اللي ضحك عليها وغواها بالكلام، وإنه كمان كان بيهددها بصور وفيديوهات ليها، وكمان أجبرها إنها تساعده وتخطط معاه وكمان تديله الفلوس اللي كانت في الدولاب. وساعتها قال المحامي بتاع المجني عليه انه مش هيعتمد بكل الكلام ده، وانه لازم ادله يعتمد عليها. منا لسه ما اتحكمش عليها بسبب الجريمه دي، والادله على قتل والدها واشتراكها في الجريمه دي واضحه جدا. كفايه الفويسات اللي ما كانش واضح فيها اي تهديد خالص، وكانت بتكلمه بكل حب وود وسامحه جدا بقتل والدها بالطريقه البشعه دي. وفي النهايه نتمنى ان منا يتحكم عليها بحكم شديد قوي، وده لانها شيطانه مش بني ادم ابدا. واللي عملته مع والدها ده درجه عاليه قوي قوي من الخسه والنداله. هو ده الاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليه، لكن هي ولا همها دين ولا همها اخلاق ولا همها حتى حب ابوها ليها. ربنا يعافينا منها ومن اشباهها ويرحم ابوها ويدخل الفردوس الاعلى. دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقول لك النهارده فرحي وانا هجيب تورته ومش عارف ايه. طب ليه ابوك دي مش واجع في قلبك؟ صورته بعد ما قتلت ابوها على طول. بعد ما قتلت ابوها على طول جات لي، قعدنا وانا وهي قاعدين في المنظره تقول لي انا عايزه اموت ابويا، ايه رايك اما احط له سم فران مش عارف ايه. فانا ما خدتش دوس في الكلام، مثالي الكلام اللي هو الضحك والهزار، وخدت وديت عادي. بعد كده عريسها رن عليها على طول بنص ساعه وبس كده، اشوفكم على خير. السلام عليكم.